احنا متاكدين ان اسرائيل ليس لها قبل بمواجهه مصر. انا ضابط بقول لحضرتك اسرائيل لا تستطيع مواجهه مصر وليست قادره، ولا عندهم راي عام بيدعو الى هذا. الموتورين الثلاثه اللي بيتكلموا طول الوقت في الاعلام اللي هو سموتريتش بن غفير وانضم اليهم افيجدور ليبرمان، هذا من قبيل الضغط الاعلامي بغرض جمع اصوات الناخبين. لكن الجانب الاسرائيلي لو اراد تهجير الجنوب الى منطقه سيناء كان تم في ثالث يوم للحرب. انا بكلم حضرتك بكل صراحه. لكن التحذيرات المصريه والرسائل اللي ارسلها الرئيس بصوره واضحه، والرسائل اللي ارساها رئيس المخابرات العامه اللي هو عباس كامل بصوره مباشره لاجهزه الامن الاسرائيليه كانت واضحه تماما وكانت رادعه للجانب الاسرائيلي، بالاضافه الى ان هذا نقل الى الجانب الامريكي، لان من شان حدوث خلل في العلاقات المصريه الاسرائيليه في المنطقه من شانه ان يضيع استراتيجيات عديده للجانب الامريكي في المنطقه. فاحنا عارفين قدرتنا كويس، بنتحرك بصوره هاديه وعاقله. حتى الان الرئيس معاه تفويض لاتخاذ كل قرارات اللي تخص الامن القومي والشعب في ظهره. الاسرائيليين يدركوا ده تماما، الاسرائيليين يدركوا قيمه وقدره الشعب المصري. وانا بقول لحضرتك الفتره بتاعه ثوره يناير لما ادعى بعض الاعلاميين في الخارج ان الاسطول السادس بيطوق مصر والكلام ده، التقديرات الامريكيه اللي وضعت عن الشعب المصري قالوا كلمتين كده: هذا شعب عنيد سيدافع عن ارضه ورماله ل100 عام قادمه. ده تقدير الامريكان للشعب المصري. طيب. انا يعني اسف ان يعني لا بالعكس، دي جمل شديده الاهميه. طيب نرجع بقى اتفضل. انا عايز بس ازود حاجه اللي سيادتك سالتيني عليها قبل اللقاء، اللي هو ال7 ألوية اللي دفع بيهم الجيش الاسرائيلي لمنطقه خان يونس ومنطقه دير البلح. ده سؤال مهم. هذه الألوية ترتكب مجازر الان، لان الألوية ديت حضرتك ألوية قوات خاصه، يعني الفرقه 98 بالكامل عدا لواء اللي هو خرج نتيجه خسائره في الشمال بتدير العمليات في منطقه خان يونس على وجه التحديد. ومعاها الفرقه 99 سحبوها من المنطقه الوسطى، من منطقه الرام من وسط اسرائيل، ودفعوها للقتال في منطقه جنوب خان يونس. بالاضافه الى الفرقه 36 في دير البلح وشمال خان يونس. لو بصينا على الموضوع هنلاقي ان هذه القطعه الصغيره من الارض 3 فرق: فرقه قوات خاصه، فرقه مدرعه، ده كانه بيواجه جيش، يعني هو كانه بيواجه جيش. هذا فشل شديد جدا للجيش الاسرائيلي. طيب. اسباب الفشل ايه؟ اولا لا يوجد لديه وقت للعمل على مده طويله. الحاجه الثانيه هو فاقد للشرعيه، عشان كده هو مش قادر ينفذ المهام بتاعته.